ما انا قلت تاني. اقول ان احنا مدرسه كل قوتها 9 فصول. 9 فصول دي متجمع فيها طلبه من 4 مدارس ابتدائي. 4 مدارس ابتدائي متجمعين هنا. كل الموجود عندنا هنا 9 فصول. 9 فصول يتجمع فيهم 4 مدارس ابتدائي. ازاي؟ كثافه الفصل عندنا 65 عيل. لك ان تتخيل بقى مدرس يشتغل ازاي مع 65 طالب قاعدين، في حين ان المدرس اصلا ولا عنده مكتب يقعد عليه، ولا عنده اوضه، ولا عنده دولاب ينزل، ولا كرسي، ولا اي شيء. زي ما انتم شايفين المنظر احنا عاملين عشان نقعد. لما تيجي بقى متابعه زي دي كده يجوا يركزوا المدرس غلطان في ايه، ويطلعوا المدرس اللي هو شرير وانسان مؤذي. انما هو عنده ايه او محتاج ايه او لازمه ايه، ما فيش حد ما حدش بيدور على المدرس واحتياجاته. ازاي هو دارس هيئه الداخليه كده؟ تخيلي كده في ثالثه اعدادي بتسمع عامل ازاي، شكلهم عامل ازاي، يقعدوا 65 بنات على بنين وبنات مع بعض في نفس الفصل. تخيلوا ده الصوره دي. هيقولوا لنا مفيش ارض. دي مشكله مين؟ مشكلتنا احنا، مشكله المدرسين، مشكله الاهالي. انا عايزاك بقى تصور الستاير ده اهي عشان احنا عاملينها المكان اللي احنا بنقعد فيه، عشان ان احنا عشان ان احنا عاملينها من الشمس. ايام المدرسه ان احنا نحط الستاره الناحيه الثانيه، نحط اي تخته كده ونقعد عليها. ممكن اطلعها فوق، واوري لك المكان اللي احنا بنقعد فيه. ونلاقينا برج مكسور احنا اللي بنقعد عليه، والطلبه هم اللي بيقعدوا على الادراج السليم. الكرسي الدرج المكسور احنا بنقعد عليه، لكن السليم احنا بنقعد الولاد عليه. وبنعمل ستاره هيت على اساس ان احنا نمنع من الشام.